السلام عليكم يا زابوني حبيباتي العزاز على قلبي. نتمنى تكونوا مليح وانتم تشوفوا في الفيديو تاعي. بغيت نكمل معكم سلسله العنايه بالجسم والبشره في فصل الشتاء. ديجا درت لكم لا فيديو على العنايه بالوجه، ودرت لكم لا فيديو على العنايه باليدين. وما ننسوش تاني الشفاه، تاني هي تتشقق في المشتى وتنشف وبزاف صوالح. جبت لكم اليوم مرطب مواد طبيعيه 100% متواجده في كل بيت. باش نسحقوا في المرطب تاعنا نسحقوا الفازلين الطبيعي اللي خاطر اللي فات وريته لكم، قلت لكم ما تشروش هذيك الفازلين تاع لي كولور وما تشروش هذيك الفازلين اللي تجي في لي بواط تاع البلاستيك. شرو هذا الفازلين الطبيعي اللي يجي في هاد لا بواط تاع الزاج، ونزيدوا عليه كميه تاع نشاء لا مايزينا. ما نكثروش، نديروا كميه قليله. شوفوا انا درت معكم كونتيتي قليله غير باش تشوفوا، وانتم تاني خدموا على حساب لا بواط اللي تكون عندكم. نديروا على هذيك لا فازلين قلت لكم كميه قليله تاع نشاء، ونزيدوا نديروا زيت اللوز الحلو. خاطر اللي فات هضرت لكم على الفوائد تاع زيت اللوز، قلت لكم هو من احسن المرطبات اللي ما خصش تخطا اي مرة في فصل الشتاء. يعد هو نمبر 1 زيت اللوز الحلو في الترطيب، سواء للبشره سواء لليدين لي لافغ كل شيء. وعندنا عندنا تانيك عندنا غادي نستخدموا عصير الشمندر الباربه البيتخاف. شوفي لاش مليح عصير الشمندر، شوفي عصير الشمندر فيه فيتامين سي، وفيتامين سي نعرفوه باللي هو يحمي البشره ومن التسبغات الجلديه. شو مال هذوك التسبغات؟ كاين ماشي كاع، كاين واحد الكاتيجوري تاع الناس اللي يجوا عندهم واحد الكحوليه هنا في ليلاف تاعهم، هذيك بزاف مش تجي. هي السبب الرئيسي الاول تاعها هي دونتيفريس. كي يقعدوا يغسلوا في دونتيفريس يخلوها تخرج لهم هنا على فمهم ما يشلوهاش، هي تكحل. وكاين ثاني وهو يعزز انتاج الكولاجين ويسرع التهاب الجروح. كاين اللي تقشروا لهم لي ليفر تاعهم وكاع. هاد المرطب اللي جبته لكم اليوم اللي فيه العصير تاع البيتخاف غادي يشافي هذوك الجروح. من مورني نخلطوا كاع هذوك المكونات نديروهم في بان ماغي في حمام مائي ونخلوهم حتى يذوبوا، وهما يذوبوا باسكو راه فيه غير زيت وفازلين. من مور لي يذوبوا نجيبوا اون بواط تكون نقيه، اي بواط تكون عندكم، ونكبوا فيها هذاك الخليط ونخلطوه بمغرف ولا بكيردون لا باش يتوحد لنا اللون تاعه، ما يقعدناش من الفوق ابيض ومن تحت احمر. ونديروه في الفريجيدير من ساعه حتى 2 سوايع حتى يشد روحه، ونستعملوه استعمال يومي. تستعملوه في الصباح كي تجوا غادي تخرجوا في الباب، تستعملوه في الليل كي تجوا غادي ترقدوا. ما تخافوش كاع منه، ما فيه اي حاجه تضر البشره، فيه غير المواد الطبيعيه 100%. ننصحكم بهذا المرطب، استعملوه وديروه في اون بواط وديروه في ساكم، سيرتو اللي يقراو واللي يبكروا واللي يخدموا. بالاضافه للفوائد اللي فيه لخاطر متكون من مواد 100% طبيعيه، عنده كولور تهبل. شوفوا غير التصوير ما راش عاطي حقه باسكو اليوم كان نهار مغيم. في نهايه الفيديو نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو يالو كان غير بشويه. خلوا لي جيم وكومونتير شباب كيما كيفكم، وتهلاو لي في رواحكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقوا في فيديو الجاي ان شاء الله. باي.